طبعا انت فرحان بالمدعكه اللي بتحصل في مسلسل فهد العرب وما تعرفش اي حاجه على المدعكه اللي النادي الاهلي هيتعرض لها في الدوري المصري. دلوقتي كلنا عرفنا ليه رابطه الانديه رفضت المباراه الوديه بين الاهلي والزمالك في العراق، عشان يقربوا لنا الميعاد يبقى فيه مباراه قمه بين الاهلي والزمالك في اول جوله في الدور الثاني يوم 11/3 ان شاء الله، يوم الثلاث اللي جاي. النهارده الفجر نزلت مواعيد الجوله الثانيه في الدوري المصري، والنادي الاهلي اول مباراه ليه هيبقى ضد نادي الزمالك، يعني قمه يوم الثلاث ان شاء الله، وتاني مباراه هيبقى ضد نادي بيراميدز يوم 12/4. والنادي الاهلي عنده مباراتين في دوري ابطال افريقيا ضد الهلال يوم 1/4 ويوم 8/4 ان شاء الله. ده ومش بس كده، النادي الاهلي عنده مباراتين في كاس عاصمه مصر، يعني النادي الاهلي داخل على مدعكه فعليا، والمدعكه هتبدا يوم الثلاث يوم 11/3 وهتنتهي يوم 12/4. واحب اقول لك على حاجه، النادي الاهلي لو كسب المباريات اللي جايه كلها فان شاء الله الدوري هيكون في الجزيره، وان شاء الله هنقرب قوي من دوري ابطال افريقيا، لان المعنويات هتبقى عاليه عند لعيبه النادي الاهلي. واحب اوجه رساله للعيبه والمدير الفني، مفيش كسل، لان كل مباراه هتلعبها بتساوي بطوله. فان شاء الله النادي الاهلي يكسب كل المباريات اللي جايه وناخد دوري ابطال افريقيا وناخد الدوري ان شاء الله. بس كده، يلا سلام.